صلي على الحبيب قلبك يطيب. نزلت اكشف يا ولاد على عينيا زي ما انتم شايفين، بقالي كام يوم تعبانه كده وبيطلع لي دمام وخراريج. المهم لقيت نفسي بصرف 300 جنيه وما لحقتش الدكتور وما كشفتش. تعالى اقول لك انا عملت ايه. انا اسمي سمر، بعمل ميزانيات يوميه واسبوعيه. ميزانيتي بتبتدي من اول 200 جنيه لحد كل الميزانيات اللي بتجيلي، حتى الميزانيات اليوميه اسبوعيه شهريه ان شاء الله بعملها. حتى لو اتاخرت عليك هتيجي شايفه تعبانه ومعايا عيل صغير، فمش هطول عليكم. جبت ايه بقى يا سموره ب 300 جنيه؟ جبت حاجات والله ما عارفه هي مهمه ولا مش مهمه ولا ملهاش لازمه. تعالوا اقول لكم انا جبت ايه وانتوا بيحصل معاكم كده ولا لا. جبت باكيتة المناديل دي او شنطه المناديل دي، جبتها ب70 جنيه. النوع ده انا اول مره اجربه ومش حاساه مش الطف حاجه يعني. في نوع اقل منه بجيبه دي اسفه، دي جايباها ب59 جنيه. بجيب نوع تاني ب70 جنيه وحلو قوي قوي، وصراحه ما استغناش عنها بما ان موسى بيستهلك كميه مناديل مش عايزه اقول لكم. شويه المخلل دول والله جايباهم ب5 جنيه. انا مش عارفه الست نسيت وادتني ب10. انا صراحه بجيب ب10 نفس العلبه دي. فانا جبت ب5 جنيه وهرجع اتاكد منها. المخلل ب25 جنيه في السوق. انا معرفش ده ازاي ب5 جنيه. بجيب من السرجه، السرجه موجوده في مدينه الشروق. وجبت كمان نص كيلو زيت بما ان الزيت خلص من عندي. التومين ما بقاش يكفي الشهر من كتر ما بقلي بطاطس بالكاتشب. انا مش هجيب كاتشب تاني، الكاتشب بيخلينا بنقلي بطاطس كتير. المهم جبت نص كيلو زيت ب35 جنيه. الكيلو ب70 جنيه. كان في حد كاتب لي ان الزيت وصل مش عارفه 100 جنيه ولا مش عارفه 120 جنيه. الزيت يا جماعه زي ما هو ب70 جنيه السايب، وحلو. وبجيبه من السرجه، بتعامل معاها سنين. ما بجيبش الزيت كل شهر سايب، بس لما بزنق زي ما بيحصل اليومين دول كده جبت نص كيلو. ملالي الازازه دي الصغيره وكمان الطبق. عشان كده بقول لك الزيت السايب بيكون ابرك واكتر من الازايز. البطاطس ب10 جنيه، حلوه اليومين دول وتحمير. والله اللي يقدر يخزن بطاطس يخزن. كان بودي يخزن لكم السنه دي بس فعلا ما عنديش اي وقت، فاكتبوا لي قولي خزنتوا، ولو هتخزنوها نص تحمير ولا هتخزنوها ازاي. الفراخ اسعارها شادد اليومين دول. جبت الكيلو ب98 جنيه، فانا جبت فرخه كيلو 800 كانت عامله 176 جنيه. 176 جنيه. جبت النص فرخه دي، وطبعا بقطعها تمانيات كالعاده زي ما انت شايفه. هتقولي لي يا سموره جبت الفراخ ليه؟ هقول لك انا جبتها عشان قلت هزنق فيها وما بنزلش كل يوم، فمش عارفه اجيب حاجتي زي ما كنت بجيب. لما بنزل عند ماما بجيب اللحوم وبخليها في الفريزر وارجع اجيب الخضار وانا ماشيه وهكذا. المهم جبت الفرخه دي ب 176 جنيه وقطعتها 8. هشيل الوراك لوحدها والصدور لوحدها. تتعمل ايه بقى زي ما تتعمل؟ اكيد هطبخ منها مره، هعمل منها صينيه مره وهكذا. صلي على الحبيب قلبك وطيب. انا هنا بنضف القنصايه والكبدايه وهشيلهم في الكيس مع اخواتهم. بحوشهم واحده واحده لحد ما بجمع نص كيلو او كيلو الا ربع، وبعمل بيهم اكله تانية. انزل لك بالفيديو قريب قوي بتاع الكبد والقوانص اللي انا حوشتها. طبعا لازم اغسل كل حاجه وانا واقفه كده عشان احط الفراخ الصفه واحط الطبق تحت المصفى. ده كان بالنسبه للفراخ. الفراخ كانت من يومين كانت اسعارها اقل، هي كل يوم بتزيد جنيه. فلحد ما انا جبت الفرخه دي النهارده كانت واصله 98 جنيه ولا 97 جنيه زي ما قلت لك في اول الفيديو. صلي على الحبيب قلبك يطيب. لو لسه ما كتبتيش ميزانيتك اكتبيها. كمان انا بعمل ميزانيات لاكلات يوميه. طلعت كيس الكبد والقوانص كان مجمد، حطيت فيه الكبده والقمصايه، وهغير الكيس كمان وانت واقفه. هعمل بيهم اكله برضو تكفي 4 افراد. شويه رز اصفر. والله قدرت تجيبي نص كيلو رز بسمتي ومشي يومك. النص كيلو رز بسمتي بيكفي 4 يا سمر؟ ايوه فعلا بيكفي 4. قطعيها مكعبات، اقلي معاها شويه بطاطس وشوحيها بمعلقه سمنه كده وشويه زيت وبطاطس محمره. مش هتقول لا. فكري وابدعي يا اختي، ما تخليش حد يكسر مقاديفك. وايا كان الكلام السلبي اللي بيجي حاولي ما تركزيش معاه، عشان انت عمرك ما هترضي جميع الاطراف. صلي على الحبيب قلبك كتير. ده كان بالنسبه للفراخ. شلت الوراك لوحدها والصدور لوحدها. انا ممكن على فكره اعمل نص فرخه، ربع فرخه مش نص فرخه، اللي هم الصدرين دول اللي فيهم لحم. اعملهم شاورما مع شويه بطاطس. اعملهم مع رز بسمتي برضو، وكل واحد حتتين لحمه على الوش كده. والله يا جماعه اللي عاوز يتصرف هيتصرف. ادينا شلت الفراخ. دي كل الحاجات اللي انا جبتها النهارده. جبت بطاطس، جبت مناديل، جبت زيت، جبت فرخه. وبالنسبه لي الحاجات دي كانت 300 جنيه، وكانت النيه كشف زي ما قلت لك وما كشفتش. والمخلل ب5 جنيه.